السلام عليكم، مرحبا بكم حبيباتي في فيديو جديد. معكم أم هاجر من قناة لمسات. اليوم حبيت نشارك معكم كيفاش ندير شوربة فيرميسيل، يعني على طريقتي اكسبريس رابيد. الا كنتي روطار ولا تشدش معاك الوقت، واش نسحقوا اي طرف دجاج كان عندك. انا كان عندي جناحتين هنايا درت بهم، يعني الا كان عندك صدر ولا ثاني مليح. بصله تكون كبيره، لي زيبيس. اول حاجه نديرها يعني هنايا ندير 2 مغارف زيت ومغرفه كبيره سمن. ندير هذوك الدجاج يتقلى شويه. هنا قلت لكم عندي بصله تكون كبيره، حبه زغديه نخليها هكذا يعني غير باش تلقى البنه، بس حبه طماطيش متكفجه. فوالا هنا اول حاجه ندير البصل، نزيد هذيك حبه تاع زروديه، نزيد حبه طماطم بليتو عفوا يعني مغرفه كبيره تاع طماطم. نزيد هنايا راس الحانوت، فلفل كحل، فلفله حمراء، درت بطاطا اسمه مربع يعني جامبو، درت الثوم. هنا زدت لها كي تقلات بيان حتى تتقلى بيان باه نزيدو لها ديك نص حبه تاع طماطيش ونمرقو بيان ونقيسو فيه الكزبر يعني هكذا نربطوه ونقيسوه. ومن بعد كي طيب نقلعوه. انا هنا اللي زيدها في الشوربه، شوفوا كي تجي دايره كيما العش، تجي رقيقه وهيله بنينه بزاف. هنايا بعد ما طابت لي لاصوص تاعي يعني نقلع هذيك الزروديه ونحي داك الكزبر، نجي نرفد هذه الشوربه نكسرها هكا في يدي ونقيسها، نطفي عليها تقعد هكذاك حتى طيب 5 مينوت 10 مينوت وهي طابت. هاي الشوربه تاعي بعد ما طابت تجي بنينه هيله وسهله ثاني. ديريها في وقفه الا جيتي روطار ولا كاع ما تعجزي عليها، ما تشدلكش اليد. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تعجبكم. الى عجبتكم ديروا لي جيم وابونيو في القناه. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.